عندك مناسبه، خطوبه، جواز، او اي مناسبه مهمه عندك عايزه تعملي سموكي اي يكون سهل وبسيط في 5 دقايق بس، تعالى اوريكي. اول حاجه هناخد باليت يكون فيها اللونين اللي انا عايزاهم. احنا هنعمل سموكي اي بلونين بس، هاخد لون انتقالي يكون مدي على الاورنج او البيجات، فاحنا هنعمل سموكي اي بلونين بس، هو البني واللون الانتقالي اللي هو الاورنجات دي. انا النهارده هستخدم دول. اول حاجه هستخدم الكابوكي براش دي علشان اوزع بيها اللون الانتقالي اللي هنختاره من الباليت دي. فانا هختار اللون ده، هبتدي ان انا اوزع بيه عشان ابقى بوزع اللون بطريقه بروفيشنال اكتر. هعمل كده واشد جفني وابتدي اعمل اللون الانتقالي واطلعه شويه على بره عشان نعمق اللون. هختار ده، بصوا هنبتدي ان احنا نوزعه كده ونبتدي نطلع بيه على بره، ما ننزلش بيه تحت على الجفن، هنطلع فيه فوق ونطلعه بره كده عشان تبان العين مسحوبه في الاخر خالص. تاني خطوة عشان نعمل السموكي اي يكون تقيل شوية اللي هو البني، فاحنا هناخد الباليت اللي ما بنستغناش عنها كريمي دي، هاخد اللون الكريمي ده مع ده عشان اعمل بيز للسموكي اي يكون تقيل شوية. بعد كده هناخد البرش تكون فلات كده، وهناخد بقى اللون البني اللي في الباليت ونطلع بيه على الجفن بسيط، ومش هنطلع بيه بره خالص. شايفين؟ عشان ندمج بقى الكلام ده مع بعض هنرجع تاني للكابوكي براش. احنا بعد ما دمجنا كل الالوان دي مع بعض، اللونين، وخلينا السموكي مع اللون الانتقالي داخل في بعض زي ما انتم شايفين، هناخد الفلات دي وناخد اي كونسيلر، اي حاجه كريمي تنضفوا بيها، تبتدوا ان انتوا تشدوا خط، شايفين؟ عشان تحددوا السحبه بتاعه الكريس بتاعكم. تبتدوا بقى تدمجوه بقى بالبراش عادي لتحت لحد خالص ما اللون يختفي، وتنضفي خالص تحت من هنا. هعمل العين تاني وارجع لكم. عشان اللوك بقى يجهز ويبقى حلو كده بروفيشنال، هناخد اللاشز عشان نحطها. شايفين ده اللوك النهائي للسموكي، حطينا الرموش. بقى احنا دلوقتي الخطوه الاخيره هنحط الاشادو تحت العين علشان نعمق العين شويه وتبقى شكلها سموكي قوي. فهنعمل ايه؟ هناخد نفس الدرجه اللي حطيناها فوق الغامقه ونفس الدرجه الفاتحه، هم نفس الدرجتين مش هنغير. شايفين الشمر ده؟ ممكن نحطه هنا عند مجمع العين. وبكده عملنا السموكي اي بطريقه سهله وبسيطه، من غير ما تتعبي، من غير ما تتاخري. الموضوع كله في لونين بس تاخديهم ولاشز وخلاص. على كده حطي بقى ليب جلاس وانزلي براحتك.